السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو في احسن الاحوال وصحه جيده ان شاء الله، وما تمنيتو في خاطركم يا ربي امين. ديروا لايك واشتراك وشاركوا معايا في القناه باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. فيديو جديد ونهار جديد، وندخلوا في الموضوع ديال امي نعيمه البدويه. نهضروا على التنازل ديال امي زهره، ديال امها. ومسكينه راه الضمير ديالها ألمها وتنازلات، ولكن الاخت ديالها راه ما تنازلاتش، وهي ما بغاتش تمشي عندها وتعذر ليها وتطلبها وترغبها. قالت لك كل واحد عنده اللي رغب عليه يمشي، اما انا ما غاديش نمشي. ولكن التنازل ديال امي زهره واش ينفعها ولا ما غاديش ينفعها؟ لان الاخت هي اللي مضروره، الاخت هي اللي عندها العاهه منتدمه ولا شنو سميتها بعدا. امي زهره التنازل ديالها يقدر ينفع يقدر ما ينفعش، لان الاخت هي اللي مضروره. وهذا ما كان المشاهدين ديالي، والله ينزل بزلة الرحمه بيناتهم، وتنازل حتى هي الاخت ديالها ويتنازلوا ليهم كاملين. وهذيك مريم حتى هي تخرج مع ديك الرضيع اللي معاها في السجن، الله يطلق سراحهم كاملين. وهذا ما كان، راهم عائله وراهم خوت وراهم دم واحد، وراه الدم اللي كيجري في هذيك كيجري في هذيك، والدم اللي كيجري في داك الدراري كيجري في الكبار، كلهم دم واحد. والمسامح كريم ولو كان تنازلات ليها الفاتحه القرويه حتى هي تنزل كدارت التنازل، واخا ما جاتش عندها اختها واخا كدارت التنازل، لان هذوك ولاد اختها، هذيك بنت مريم بنت اختها والاخر ولد اختها اللي امه ميته. وكيحترمت الام اللي ميته مدفونه مسكينه، وكيحترمت الدم وكيحترمت الام ديالها وكيحترمت كل شيء. وربي اللي غيعاود ليها، وربي اللي غيسمح ليها حتى هي وغيجازيها بالخير. امي نعيمه مسكينه، لا حول الله ولا قوه الا بالله. شبعت بكا، شبعت مسكينه، غادي تسطى غادي تحماق. كما كانش ولدها في الغربه، كما كانش داك الولد اللي عندها في الغربه كيساندها وصلحها مع امها. هو اللي صلحها مع امها، هو اللي دار ليها، اللي دخل مع امي زهره دار التنازل لولادها. ونطلبوا الله حتى هو يكون مقبول التنازل ديال امها، لانه واخا غيبرد غير شويه، واخا يخفف غير شويه، كما كان الحال غادي ينقص غادي يخفف. وانتي يا امي نعيمه، ما يكونش راسك قاصح، وسيري وطلبي اختك هذيك الا طلبتيها اختك من دمك، وكبرتوا في كرش وحده وتربيتوا في دار وحده وخواتات ودم واحد، ما فيها باس الا مشيتي عند اختك ورغبتيها وباش هي تكبر فيها، راه ما عتردكش بلاش. لان هاد الشيء راه ديك العاهه منتدمه، راه غادي المصير ديالها غيكون كبير. والله يطلق سراحهم مساكن، والله يسهل عليهم. وهذا ما كان امي نعيمه، ما يكونش راسك قاصح حتى انتي، وهز العائله ديالك، العائله د منعم والعائله ديال زهير، وهز راسك معاهم وسيروا عندها ورغبوها وقولوا لها نزلنا دي الحولي وذبحوا لها في الباب باش يخفف ربي عليهم الحكم، باش ما يكونش عندهم الحكم غارق، لان عندها عاهه منتدمه ولا معتدمه ما عرف. وهذا ما كان، راه صعيب صعيب صعيب، العاهه صعيب. راه الحكم راه غيكون قاسي، ولكن الا مشيتي ونزلتي راسك للارض ورغبتيها وديتي الناس منعم والناس زهير، ومشيتو وتجمعتو وديتو حولي وذبحتو عليها حتى هي، والناس ديتو معاكم الناس حتى هي ما تكونش راسها قاصه حتى لهاد الدرجه، ما يكونش فيها ديك الحقد لهاد الدرجه هادي. وغادي تسمح ليهم لانهم دم واحد، هادوك ولاد اختها وهداك ولد اختها وهداك راجل بنت اختها وهادوك اللي في الحبس كامل دم واحد كيجري في العرق. والمسامح كريم. وانت يلا فاتحه
خصك تسمح لهاد الناس لانهم دمك ولحمك، تسمح ليهم، والحبس ديالهم ما عندهم باش يفيدوك. داكشي كتاب عليك وكتاب عليهم، والحكم راه يكون قاسي لان العاهه منتدمه راه صعيبه، وراه كل حكم يقدر يكون قاسي. والتنازل ديالك ودمي زهرة راه يكون في المستوى، يكون يخفف، اما يخرجوا صراح مؤقت، واما الحكم خفيف. وهذا ما كان المشاهدين ديالي، ونطلبوا الله ينزل الرحمة في القلوب ديالكم وفي الدم اللي كيجري فيكم. وهذا ما كان. ومنعم ما تكونش راسك قاصح حتى انت، ما نمشيش، ما نرغبش، ما نديرش، ما نعملش. راه داكشي راه كيزيدك غير العذاب، وكيزيدك غير الحكم قاسي، لان عاهه منتدمه راه ماشي سهله. ما تحركش يدها، ما تحركش صباعها، ما تحركش، راه الحكم غيكون قاسي عليهم. ونطلبوا الله صراح مريم وداك العويل وتا الاخرين الله يطلق سراحهم. والحبس ما تبغيه حتى لشي واحد، ما تبغيش لعدوك. وهذا ما كان امي نعيمه، وما تكونش قاسيه. وانت يا فاتحه القرويه خصك تنازل ولاد اختك وهذاك ولد اختك. احترم الام اللي ميته، واحترم الدم اللي كيجري في العرق ديالكم، احترم الكرش اللي تربيتو فيها، اللي كبرتو فيها، والدار اللي كبرتو فيها. واحترموا داك الام المسنه اللي عندها 90 عام ولا 100 ولا شحال عندها. هذاك الام خاصكم تزوروها، هذيك راه بحال شي زاويه، خاص اللي يجي يزورها ويمشي. ومني رغباتك من امك وعطات ورضات عليك، ورضات الوالدين هو كل شيء. ما كاينش بحال رضات الوالدين، راه كيحمي من اي حاجه. ملي رضات عليك امك وتنازلت حتى هي، وبغاتك امك تنازل حتى انت كتنازلت فاتحه القرويه، راه لان الدم واحد كيجري في عرقكم، والعائله انتم عائله وخواتات. والله ينزل بزلة الرحمه بيناتكم، لان الحكم على ديك الناس مع الخبره خرجت عاهه منتدمه راه صعيب. الحكم غيكون قاسي عليهم، ماشي سهله. الواحد مضروب في يدو ما يحركش يدو، وخرعه تخرج له سليمه ما يكونش. وهادشي اللي كيقولوا راه كيقولوا زعما راه شدت على يديها الباب وشدت، ولكن الا كانت بصح شدت الباب تشدت على يديها ورداتهم هما اللي ضربوا على يديها، راه عاوتاني حكم الله غيكون عليها، غيكون هي الحكم د الله غيكون قاسي عليها. داك الحكم هما اللي يتحكموا هما، راه هي غيكون الله قاسي عليها. وربي ما يبغيش هكا، ربي ما كيبغيش الضرر، ربي ما كيبغيش الخاوه تكون عداوه. والخاوه حد الدنيا، راه الخاوه كنشوفوا بعضياتنا غير في الدنيا، وفي الاخره راه ما غنشوفوش بعضياتنا. الخاوه حد الدنيا، وهذيك اختك وهذيك دمك وهذيك لحمك، هذوك ولاد اختك ودم واحد، كبرتوا في كرش وحده وكبرتوا في دار وحده. ضروري غادي ينزل الرحمه في القلوب ديالكم. ونعيمه ما تكونش تنتي عاوتاني قاسيه، وما تكونش عاوتاني تنتي نفرك ما كتحطهمش للارض. جمعي العائله ودي الناس معاك، وسير لعند اختك ورغبها باش بزلت الرحمه تنزل.